باشمهندس، في حد تواصل مع السكرتارية بخصوص تفاصيل عن الكورس. هي سألته مستوى حضرتك ايه، قال لها مبتدئ. بلغته اللي هو الكورس مش مناسب للمبتدئين من الصفر. فهو زعلان وبيقول لحضرتك لو هو مش مبتدئ هياخد الكورس ليه؟ يقصد ان هو لو عنده خبرة انا جاي اتدرب ليه. لما بنقول يا جماعة كورساتنا مش مناسبة للمبتدئين من الصفر، دي حاجة ما تزعلش، دي حاجة المفروض تخلي عندك فكرة ان احنا مكان عنده مصداقية. احنا مش بنلم فلوس من الناس وخلاص، ولا بنلم عدد طلبة وخلاص. احنا عندنا يعني انتقاء للطلبة والمستوى المناسب اللي يخليهم يستفادوا من الكورسات اللي احنا بنقدمها. دي حاجة ما تزعلش، دي حاجة المفروض تبسطك. ان احنا ما قلنالكش تعالى وادفع الفلوس وبعد كده تلاقي نفسك جاي مش فاهم وتقول يا انا اخدت الكورس انا جيت وخلاص واكمل الكورس وخلاص، وترجع تقول انا طالع ما استفدتش حاجه. ما طبيعي، انت لو انت جاي لكورس مش مناسب ليك فانت اكيد هتطلع منه مش مستفيد، او استفادتك منه هتكون قليله. فالمفروض دي حاجه في صالحنا مش تزعلك. قلت اكتر من مره انا ما عنديش لا طاقه ولا اسلوب ولا ماتيريال اعلم بيها حد مبتدئ من الصفر. جربت قبل كده ولقيت نفسي ان انا بتعامل معاهم كانهم ناس شغاله في المجال وفاهمه اللي انا بقوله، وهم في الحقيقه مش فاهمينه. وعانيت في الكورس ده، ومن ساعتها بطلت. يعني كنت قابلت ناس قبل كده مبتدئه من الصفر، وبعد ما عملت كده انا عرضت عليهم وقلت لهم لا مش يعني لو مش مستفيدين امشوا، وهم كملوا. بس انا حسيت ان هم طلعوا من الكورس ما استفادوش الاستفاده اللي انا عايزهم يستفادوها، فبطلت اقبل حد مبتدئ من الصفر. الكورس اللي انا بقدمه اللي هو اول مستوى ده للراجل اللي شغال فاست، يعني شغال بيغير شاشه، بيغير بطاريه، بيغير سوكت شحن، عارف يعني ايه بورده، شايف يعني ايه بورده، شايف يعني ايه اي سي، وعايز يبتدي يتعلم يتعامل معاه. مستوى اقل من كده انا ما بقبلوش، ودي حاجه انا حر فيها وحاجه شايفها في مصلحتي، ومش حاجه بتبين ان انا براعي ربنا وبراعي يعني الفلوس اللي داخلالي دي تبقى فلوس حلال. ما اظنش ان دي حاجه تزعل ابدا، وهو غلطان اذا كان زعلان من كده. وهو بيقول لو انا عندي خبره انا اجي اخد كورس ليه؟ احنا كلنا بنتعلم. انا اللي بقالي 26 سنة في المجال ده لحد اللحظة دي بتعلم، ولو في مكان يعرف يقدم لي كورس على مستوى انا استفيد منه والله اللي هروح واسجل فيه. فهو التعلم اصلا مش عبارة عن كورس واحد ولا اتنين ولا تلاتة. انت طول ما انت بتمارس المهنة وطول ما انت عايش فانت بتتعلم، لازم تبقى بالعقلية دي.